عمرك سألت نفسك ليه دايما بتوافق على أقل من ما تستحق؟ ليه بترضى بعلاقة بتستنزفك؟ أو وظيفة مرتبها مش مقدر مجهودك؟ أو حتى بتخاف تطلب حقك وكأنك ضيف تقيل على الدنيا؟ المشكلة مش في إمكانياتك، المشكلة في نظرتك لنفسك. النهاردة هنكسر النضارة دي وهنعرف ليه عقلك بيضحك عليك ويحسسك إنك قليل، وإزاي ترجع هيبتك قدام نفسك قبل ما تكون قدام الناس. الحقيقة إن مفيش حد بيتولد وشايف نفسه قليل، ده شعور مكتسب وجاي من 3 جذور أساسية. أولهم برمجة الطفولة. أحيانا كلمة أنت فاشل أو مقارنتك بغيرك وأنت صغير بتتحول لصوت داخلي بيفضل يطاردك وأنت كبير ويقنعك إنك دايما في المركز الثاني. السبب الثاني هو فخ السوشيال ميديا. أنت بتشوف أفضل لحظات الناس وتقارنها بأسوأ لحظاتك في الكواليس، فطبيعي تحس إنك متأخر وقليل. والسبب الثالث هو التجارب الفاشلة. لما بتفشل في علاقة أو شغل، عقلك بيعمم الفشل ده على كيانك كله بدل ما يعتبره مجرد حدث عابر اتعلمت منه درس. لكن لازم تعرف إن في ضريبة مرعبة للاستحقاق المنخفض. لو فضلت شايف نفسك قليل، العالم هيعاملك بناء على السعر اللي انت حطيته لنفسك. هتفضل دايما احتياطي في حياة الناس، وهتخاف تاخد مخدرات لانك مقتنع انك ما تستاهلش النجاح. والاخطر من كده انك بتبدأ تجذب لنفسك الشخصيات المستغلة والسامة، لانهم بيشموا ريحة ضعف الاستحقاق من بعيد وبيعرفوا انك مش هتقول لا. طيب ازاي نعالج ده؟ العلاج مش مجرد كلام نظري، العلاج خطوات عملية بتبدأ من اللحظة دي. اولا، راقب صوتك الداخلي. أول ما تقول لنفسك أنا مش قدها، وقف صوت ده فوراً واسأل نفسك، هل ده حقيقة ولا مجرد شعور قديم؟ عامل نفسك كأنك صديقك المفضل. هل هتقول لصاحبك أنت قليل؟ أكيد لأ، يبقى ما تقولش كده لنفسك. ثانياً، قاعدة الانتصارات الصغيرة. استحقاقك بيزيد بالإنجاز. ابدأ بحاجات بسيطة جداً، رتب سريرك، العب رياضة 10 دقايق، خلص مهمة واحدة مأجلها. عقلك هيبدأ يصدق بالتدريج إنك شخص متمكن وبينجز. ثالثاً، وضع الحدود وكلمة لأ. الاستحقاق بيتبني لما تبدأ ترفض الحاجات اللي بتيجي على حساب كرامتك أو وقتك. لا، هي الحصن اللي بيحمي قيمتك الحقيقية. رابعاً، توقف تماماً عن المقارنة. قارن نفسك بنسختك بتاعت امبارح بس. انت ليك رحلة خاصة وظروفك الخاصة، ومحدش غيرك يعرف المعارك اللي انت خضتها عشان توصل لهنا. في النهاية انت مش محتاج إذن من حد عشان تكون غالي. قيمتك موجودة فيك من يوم ما اتولدت، بس محتاجة انك تنفض عنها تراب السنين وكلام الناس اللي ملوش لازمة. ابدأ من النهاردة عامل نفسك كأنك شخص غالي فعلا، وشوف العالم هيتغير معاك ازاي ويبدأ يحترم حدودك وقيمتك. لو الفيديو ده لمس حاجة جواك، شاركه مع حد محتاج يسمع الكلام ده. وافتكر دايما انت تستحق الأفضل، مش عشان انت كامل، بس عشان انت. واشوفكم الفيديو الجاي.